مرحبا بكم متابعي قناة ستارز في فيديو جديد. ما تنسوش دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد معنا، ومرحبا بكل تفاعلاتكم في التعليقات. نشرت سلوى بن عثمان زوجة الإعلامي برهان بسيس منذ قليل تدوينة مثيرة للجدل على صفحتها الرسمية فيسبوك. توا روحت بعد ما عدت صباح كامل في السجن المدني بالمرنقية. زرت فيه برهان وهزيت له القفة، قلت له على كم رسائل التضامن والمساندة والاحترام. برهان يبلغ تحياته للجميع، يسلم على الناس الكل. مشيت اليوم في أول زيارة بعد الحكم، ما نكذبش عليكم صدمني برشا، والتوا مش مصدقة. مشيت له في بالي باش نرفع له من معنوياته، يخي هو اللي قواني. لقيت برهان مبتسم واقف صامد، راحت إنسان ضميره مرتاح. هزيت له كتب لقيته ديجا قريزوز. برهان المثقف مش جدران السجن اللي باش تمنعه من التفكير. برهان حول الزنزانة لنص جميل. برهان حر حيث هو مؤمن قانون هادئ، متأكد من عبثية الزمن، على يقين أن لا حال يبقى على حاله. الحبس كذاب والحي يروح. كما قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس مساء اليوم بسجن القيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك مدة 5 أشهر، وذلك بخصوص الشكاية التي تقدمت بها ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبقا لأحكام المرسوم 54 لسنة 2022 على خلفية إدلائه بتصريحات تلفزية قال فيها إن الانتخابات التي أجريت سنة 2022 هي محطة انقلابية ومهزلة وليست محطة سياسية. ويشار إلى أن جوهر بن مبارك موقوف أيضا على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة. يذكر أن الدائرة الجناحية السادسة مكرر بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بسجن جوهر بن مبارك مدة 6 أشهر.